مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. حاله بعدم الرضا من جانب الجهاز الفني للاهلي بقياده ياس تورو بعد ظهور امام عاشور واحمد مصطفى زيزو باداء متذبذب في المباريات مع الفريق الفتره السابقه، واتجاهات قويه من جانب ياس تورو بجلوس الثنائي على مقاعد البدلاء في المباريات القادمه لمراجعه انفسهم واستعاده مستواهم مجددا، وذلك بعدما اكد ياس تورو عن غضبه الشديد للثنائي عقب مواجهه سموحه الماضيه في الدوري وتحذيرهم بقوه من الاستبعاد خارج التشكيله الاساسيه والتواجد على دكه البدلاء في حال استمرارهم على نفس المستوى والاداء. الاهلي يستقر على عدم تفعيل بند شراء مروان عثمان نهائيا من سيراميكا كليوباترا بسبب عدم قدرة اللاعب على اثبات امكانياته وقدراته واحقية تواجده مع الاهلي الفترة القادمة. ومصدر بالاهلي يؤكد بان مسؤول النادي اتخذوا قرار بعدم تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي والاكتفاء بمدة الاعارة لنهاية الموسم لرغبة النادي بالتعاقد مع مهاجم اجنبي قوي، وذلك لرؤية الجميع بان اداء اللاعب لا يؤهله لقيادة خط هجوم الاهلي الفترة القادمة لعدم قدرته على تسجيل اي اهداف خلال اغلب المباريات التي شارك فيها مع الفريق في الفترة السابقة، وأيضا لمطالبة الجميع داخل النادي بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي في الصيف القادم قادر على قيادة خط هجوم الفريق في الموسم الجديد لإملاء الفراغ المتواجد حاليا في مركز المهاجم، خاصة وأن عدم نجاح الأهلي في التعاقد مع مهاجم جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية تسبب في مشكلة كبيرة في خط هجوم الفريق لعدم قدرة اللاعبين المتواجدين حاليا في إنهاء الفرص التي بتتيح لهم بشكل جيد، وهو كان سبب رئيسي في خروج الأهلي من دوري الأبطال والصعوبات الكبيرة في المنافسة على بطولة الدوري حتى الآن لعدم قدرة اللاعبين على إنهاء الفرص بشكل جيد أمام مرمى المنافس. ناهد حجاج خبير اللوائح والقوانين الرياضية يؤكد بأن أحد أعضاء الجهاز الفني والجهاز الإداري هم فقط أصحاب الحق في كل نادي لحضور جلسات استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بالمباريات، وذلك في حال وجود حالات تحكيمية مشكوك فيها، ويؤكد بأنه لا يحق لأي مسؤول في أي نادي حضور جلسة استماع حكام تقنية الفيديو، وأن الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي ليس له أي حق في حضور جلسة استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بشأن أحداث مباراة سيراميكا، فهو ليس عضو بالجهاز الفني للفريق وليس فرد من الجهاز الإداري ولا يحق له التواجد. وأكد بأن قرار اتحاد الكرة بمنع الكابتن سيد عبد الحفيظ من حضور الجلسة قرار صحيح ومن ضمن اللائحة المتعارف عليها وليست محل جدال، خاصة وأن هناك لائحة متعارف عليها بمنع حضور أي شخص مسؤول في أي نادي خارج عن الجهاز الفني أو الإداري لسماع مدار بين حكم الفيديو وحكم الساحة. وقرار اتحاد الكرة بمنع حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ ينص على اللائحة المتواجدة حاليا والمتعارف عليها جميع الأندية، وليس قرار شخصي أو تعنت من جانب اتحاد الكرة ضد الكابتن سيد عبد الحفيظ مثلما قيل من جانب البعض عبر مواقع السوشيال ميديا، فهو قرار ينص على اللائحة المتواجدة حاليا في اتحاد الكرة ولجنة الحكام. رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. ياس تورو بيدرس جديا إعادة أليو ديانج في التشكيلة الأساسية للأهلي في مباراة بيراميدز القادمة في الدوري بعد تأكيد غياب حسين الشحات عن اللقاء، وذلك أيضا لرغبته بتقفيل خط الوسط لغلق كل المساحات وطرق لعب المنافس للتقليل من خطورة الفريق السماوي على مرمى مصطفى شوبير. مطالب قوية داخل الأهلي بضرورة التحرك مبكرا للبحث عن مهاجم أجنبي قوي قادر على قيادة خط هجوم الفريق في الموسم الجديد، وذلك لعدم تكرار نفس سيناريو سوء الانتقالات الماضية والانتظار حتى الأوان الأخيرة من سوء الانتقالات. ومطالب قوية بضرورة التحرك مبكرا للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي قادر على إفادة النادي الفترة القادمة لضمان عدم تجربة جراديشار وكمويش والمهاجمين السابقين الذي تعاقد معهم النادي في السنوات السابقة والذي فشلوا في خوض تجربتهم مع الأهلي، وأيضا حتى يكون أمام النادي وقت كافي لاختيار المهاجم الأنسب والذي يصب في مصلحة النادي خلال السنوات القادمة. الأهلي يبدأ في جس نبض حمدي فتحي عن طريق بعض أصدقائه في الفريق لمعرفة مدى إمكانية تخفيض راتبه للموافقة على العودة للفريق مجددا، وذلك لتحديد موقف النادي من إعادة اللاعب في الصيف القادم في حال موافقته على تخفيض راتبه للعودة للأهلي. وتقارير صحفية تؤكد بأن هناك مطالب قوية بإعادة بعض نجوم الفريق السابقين خلال الفترة القادمة لإعادة الروح والثقة الذي يفتقدها اللاعبين في الوقت الحالي، وأيضا لكون حمدي فتحي قادر على تعويض رحيل أليو ديانج عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي نظرا لقدراته العالية ومستواه الذي يعرفه الجميع.
الاهلي يستعد لتقديم طلب لاتحاد الكرة لتقديم اعتذار رسمي لجماهير الكرة المصرية بعد تصريحات اوسكار رويز الاخيرة، والذي اكد خلالها بان النادي لم يطلب منه تعيين طاقم حكام اجنبي لادارة مباراة الاهلي والزمالك في الموسم الماضي. ومصدر يؤكد بان ادارة الاهلي بتعد حاليا مذكرة شاملة موجهة لرئيس الاتحاد من اجل تقديم اعتذار رسمي قبل اللجوء الى اقالة اوسكار رويز لاخفاء ما ذكره من حقائق تضر بسمعة اتحاد الكرة بشكل عام. وحالة غضب عارمة بتسيطر على الجميع داخل الاهلي بسبب توريط النادي في ازمة انسحاب مباراة القمة امام الزمالك في الموسم الماضي بعد اعلان اوسكار رويز عن عدم تقديم الاهلي طلب لاستخدام حكام اجانب لادارة مباراته امام الزمالك، وذلك في ظل تقديم الاهلي كذا خطاب لاتحاد الكرة للمطالبة بضرورة استخدام حكام اجانب لادارة مباراته امام الزمالك في الموسم الماضي. لجنة الحكام باتحاد الكرة تؤكد بعدم استحقاق نادي سموحة بالحصول على ضربة جزاء أمام الأهلي في المواجهة الماضية بالدوري، ويؤكد بأن تلامس إمام عاشور مع لاعب سموحة كان خفيف ولا يستوجب احتساب ضربة جزاء وقرار الحكم كان في محله، وذلك بعدما تقدم نادي سموحة باحتكاك رسمي لاتحاد الكرة ولجنة الحكام بتعرضه لظلم تحكيمي أمام الأهلي بعدم احتساب له ضربة جزاء في اللقاء. الأهلي يفصل أزمته مع اتحاد الكرة عن منتخب مصر ويؤكد التزامه بإرسال لاعبي دوليين لمعسكر المنتخب استعدادات لكأس العالم. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب استقرت على إبعاد منتخب مصر عن أزمته الحالية مع اتحاد الكرة والتأكيد عن الفصل بين الخلاف ومصلحة المنتخب، وذلك في ظل استغلال البعض من جانب الإعلام الزملكاوي تشديد الأمور والظهور بأخبار كاذبة عن تفكير الأهلي بمنع لاعبي الدوليين من المشاركة مع المنتخب. الأهلي ينفي كل ما تم تداوله في الساعات الماضية عبر مواقع السوشيال ميديا بشأن تواصل أحد مسؤولي النادي مع حسام عبد المجيد لاعب الزمالك للاستفسار عن إمكانية ضمه للأهلي خلال الفترة القادمة. ومصدر بالأهلي يؤكد بأنه ليس منطقي بأن يتفاوض النادي مع لاعب مازال عقده يمتد مع ناديه لعدة سنوات قادمة، خاصة وأن حسام عبد المجيد ينتهي عقده مع الزمالك عقب نهاية الموسم القادم وليس الموسم الحالي مثلما قيل من جانب البعض. ويؤكد أيضا بأن النادي لا يمانع الدخول في أي مفاوضات مع أي لاعب من المنافس في حال انتهاء تعاقده وترحيبه امام وسائل الاعلام باللعب والانضمام للاهلي. فالاهلي دائما يحترم طريقه التفاوض مع اللاعبين للحفاظ على سمعه النادي في سوق الانتقالات. الاعلام الزملكاوي المدلل خالد الغندوري يواصل تهجمه على الاهلي وسيد عبد الحفيظ، ويؤكد بان ما فعله سيد عبد الحفيظ بشان احداث مباراه الاهلي وسيراميكا مع اتحاد الكره يستحق العقاب، ويؤكد بان الكل تحدث فقط عن محمود وفا وعن حديثه مع حكم الفار، ومحدش سال الكابتن سيد عبد الحفيظ عمل ايه ولا قال ايه داخل الملعب بعد نهايه اللقاء. وكلنا شاهدنا الكاميرات جابت الفاظ واضحه وكلنا سمعناها من الكابتن سيد عبد الحفيظ. والغريب في الموضوع ان مفيش حد بيدور على الحقيقه كامله والكل بيشوف جزء ويسيب جزء وبناء على ذلك بيتم الحكم. والغريب ايضا بان الكابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي رايح يسمع بنفسه اللي حصل ويقيم الموقف، في المقابل محدش يساله ولا يحاسبه على اللي قاله. وهذا يدل على لما يكون اسمك كبير الناس بتغمض عينيها، وده مش عدل ودي مش طريقه اداره كوره. مصدر يؤكد بأن مجلس إدارة الأهلي يستعد لعقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء القادم للبحث عن كل الطرق القانونية لاتخاذها ضد اتحاد الكرة، وذلك بشأن ما حدث من جانب اتحاد الكرة بمنع وفد الأهلي لسماع محادثة حكم الساحة وحكم الفار بالأمس. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار الأهلي.